حاجات كتير قوي احنا محتاجين ناخد بالنا منها. الطبيعي في العلاقه اللي ما بين الاخصائي النفسي والعيان بتاعه هو ان ما يكونش في تلامس جسدي ما بينهم نهائي، يعني ممنوع يحضني، ممنوع يبوسني، ممنوع. حتى كتير من الاخصائيين بيرفضوا حتى ان هم يسلموا بالايد على العيان. التلامس الجسدي بيبقى في حاله الطبيب النفسي بيبقى بمعايير معينه جدا عشان هو بيكشف على العيان وبيبقى بموافقه منه مش غصب عنه. واحده كمان من الحدود او المعايير اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها ان احنا نحافظ على العلاقه علاقه علاجيه. احنا ما ينفعش نحول علاقه العلاج لعلاقه صداقه، يعني ما ينفعش انا طول الوقت وطول الليل والنهار بكلم العيان بتاعي اساله اطمن عليه ايه الاخبار، عملت ايه في المشكله الفلانيه، الا لو في حاجه كبيره قوي زي ان هو عنده مثلا قلق من الامتحان وكان عنده امتحان كان عامل عمليه فانا بطمن عليه، لكن ما يبقاش ده بشكل روتيني ويومي. انا قابلت حالات كتير قوي كان عندها مشاكل مع المعالجين لدرجه ان انا كان عندي حاله قبل كده بيقول لي ليه المعالجه السابقه له يا ماما، ودي اختراق للقواعد العلاجيه بشكل كبير قوي. ما ينفعش ان هو يناديني بماما، ما ينفعش ان انا اشوف انه لو المعالج ده ذكر ان ده بديل لبابا. لا، احنا هنا في علاقه علاجيه فيها معالج ومريض، مش بنت وابوها او ابن وام.